انا جاي طبعا عشان المخططات ما بشتغلش بيها. تتبع الاعطال الدقيق جدا اللي هو بقى القياسات وكلام من دوت. ساعات بجيب فيديوهات من على النت. ساعات يعني بيبقى حد صلح عطل قبل كده، بنخش بنعمل سيرش عليه وبيجي وبنجرب. في حاجات طبعا كتير بتنفع، وفي اوقات ملهاش حل يعني. لا، هي مش ملهاش حل. النهارده العيب له شكل: جهاز فاصل باور، جهاز ما بيشحنش، جهاز مش شغال واي فاي. بس مسبب العطل مش واحد. فانت دخلت شفت لي فيديو وقلت ده تصليح عيب واي فاي. انا كاتب على الفيديو تصليح عيب واي فاي، تصليح عيب شحن. جالك انت نفس الجهاز وبنفس العطل. سبب العطل اللي عندك آه. مش هو سبب العطل اللي عندي. انا فحصت ووصلت لمسبب العطل في الجهاز ده وصلحته. انت جيت قلدتني، بس انت ما فحصتش. انت ممكن غيرت نفس القطعة اللي انا غيرتها، بس مش هي دي مسبب العطل اللي عندك. دي كانت ايوه. مسبب العطل اللي عندي. فعشان كده انا ما بنصحش انك يجي لك عيب تدور على صورة لحل العطل او فيديو وتقلده بدون ما تكون عارف انت بتعمل ايه. انا ممكن اعمل كده علشان اعرف الراجل ده بيتتبع العطل ازاي، بيفكر ازاي، بيلاقي العطل ازاي، انما ما قلدوش تقليد اعمى.